السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف إن شاء الله النهاردة مع بعض نتيجة رش مركب الجوكر على البتنجان. في البداية احنا رشينا بمعدل 350 جرام على 600. ده الخط ده كده، ده المعامل بالجوكر. الخط اللي جنبيه مش معامل خالص، مرشوش رش طبيعي. يعني هنشوف مع بعض هنا، نشوف الظهر هنا ونرجع نشوف الظهر هنا. طيب هنشوف ده اللي مش معامل. نشوف شكل الزهرة زي ما حضراتكم شايفين كده. الزهرة مغمضة كده او مش مفتحة زي ما انتوا شايفين دلوقتي. احنا طبعا الزرع ده لسه، طبعا العمال بيجمعوا بره اهم، لسه مخلصين جمع، طالعين من خطين. بس احنا طبعا بنصور النتيجة متأخرة او شوية عشان نشوف مع بعض الانتاج. ادي الانتاج شكله عندكم اهو، ده اللي مش مرشوش. ماشي، شكل الزهرة اهو مش مفتحة زي ما هنشوف الناحية التانية في المعامل. بصوا كده، احنا ده مرشوش كده بقاله حوالي بتاع 20 يوم. تمام، ده مش مفتح. ده دليل برضو اللي احنا على 20 يوم النتيجة مستمرة، مش اللي هو يترش رشة وخلاص، لا، يمكن كل 20 يوم ولا حاجة رشة هتظبط معاك الزرع ظبطة حلوة أوي 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 يعني. دي زهرة كبيرة اهي، المفروض تكون فتحت أصلا وطلعت، ما طلعتش. طيب نشوف الناحية التانية بقى اللي هو مرشوش مركب الجوكر بمعدل 350 جرام على مدار 600. ظهر هنا ده، ادي نفس الفرع زي ما انتوا حضرتك شايفين اهو، والناحية التانية فرع تاني. شوف هنا الظهر عامل ازاي، ضعيف وطالع مش عائد، او العائد بتاعه ضعيف شويه. نبص بقى الناحيه التانية بقى ونشوف الحلاوه بتاعت المركب. بص بقى، الحبايه طالعه هنا، المميزات بقى بتاعته، الحبايه طالعه قويه وعافيه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، والحب الاصغر احنا بقالنا 20 يوم راشينه، والانتاج شغال على طول، يعني ما بيفصلش معاك على طول باستمرار. بص شكل الحبايه عامل ازاي، الحبايه نفسها طالعه قبل ما التويج بتاعها ينشف يموت، هي طالعه قبليه. لو بصينا على الناحيه التانية اهو، بص الحبايه هنا التويج نشف اهو، والحبايه يا طال ما طلعتش اهي. هنا الناحيه التانية في المعامل الحبايه عامله ازاي. ده دليل ان المركب بيشتغل في التحجيم حلو خالص، نتيجته ممتازه جدا كمان في التحجيم. يبقى في العقد والتحجيم نتيجته ممتازه زي ما انتوا شايفين. بص كده الحبايتين عاملين ازاي، ده في القمه من فوق. طب نبص على بيت الظهر تاني، طبعا الحبايه اللي قبلها شوف كبرت ازاي. بص التويج لسه زي ما هو اخضر، لونه بتاعه بنفسجي بتاعه، اللون الجميل دوت لسه فاضل ولسه ما نشفش. والحبايه شوف حجمها قد ايه، ده دليل ان هو ممتاز جدا في التحجيم وتسريع وتبكير المحصول. ندخل بقى شويه في الظهر من جوه، ده احنا من بره. شوف الظهر من جوه، ادي ظهر اهي. بصوا بقى شكل الحبايه عامل ازاي من جوه. بص العقد بتاع الحبايه، بصوا حبايه طالعه من هي وصغيره كبيره، ده بيدل ان هو ممتاز جدا في موضوع التحجيم. طيب ندخل جوه شويه بقى عشان بس ايه، ممكن نقول مرشوش من بره ولا لا. بصوا النتيجه بقى بتاعته من جوه اهي، ادي شكل الحبايه. الزهر ما ماتتش، التويج زي ما هو قاعد. الحبايه شو عامله ازاي، منظرها حاجه خرافه بصراحه، حاجه خرافه. نشوف برضو تاني، نشوف بقى. بصوا بقى قلب الشجر من جوه، العنقود فيه اتنين، ممكن في تلاتة. انا بص هنا في واحده هنا متاخده اهي، اهي في واحد، دي مكان واحده هنا مكان ثمره متاخده، وادي اتنين في العنقود الواحد. مفيش زهره بيسيبها، طول ما الزهره موجوده مفيش زهره بيسيبها. بص برضو هنا اهو، جوه الزرع برضو او جوه النباتات نفسه مفيش فيها مشكله. حبايه عامله ازاي، حاجه تبارك الله، حاجه بصراحه مميزه جدا جدا جدا. بص بقى الحته ديت، شوف بقى الحلاوه بتاعت المركب عامله ازاي، ابداع ابداع بصراحه. دي بصراحه حاجه قويه جدا 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 لصالح مركب. نشوف تاني، بصوا بصوا الحلاوه.
حاجة كده يعني حلويات زي ما بقول يعني. بصوا المنظر ده بقى، الحب ده كله هيبصوا، ولا رشينا بوتاسيوم ولا عملنا حاجة. ده بص نتيجة المركب، مفيش ثمرة او زهرة جاية، واحنا كده بقالنا رشين 20 يوم. بصوا هنا كده، لو بصينا الناحية التانية برضو على أي زهرة أهي، احنا نلف الناحية التانية على أي زهرة بصوا أهي. هنقطع بس معلش دي، وهنقطع دي. بص الفرق هنا، الزهرة هنا بصوا ده الجوكر اهو نتيجته عاملة ازاي. الزهرة الحباية طالعة من قلب الزهرة، هنا الناحية التانية بصوا ضعيفة ازاي، حبوب اللقاح. الحباية هنا طالعة يعني، هنا اللي بص هنا في المركب هنا ده مش مرشوش، بص حباية أدوب طالعة اهي. هنا بقى طالعة بقوة، يعني ده هيميز جدا جدا المركب في موضوع البرد والتحجيم في البرد. بصينا برضو الناحية التانية اهو، الزهر طالع بعيد، دي زهرة كبيرة اهي. يعني احنا هنقول برضو الزهرة دي في عمر دي، احنا جبنا زهرتين يعتبر نفس العمر اهو، زهرتين. بص الزهرة دي مش معاملة، حتى لونها طافي شوية، ودي المعاملة بالجوكر. بص طالعة ازاي يا جماعة. ده مركب الجوكر، حاجة ما شاء الله عليها تبارك الله في العقد في بتنجان والطماطم. وادي برضو زهرة اهي، حاجة مميزة في المركب بصراحة. مركب اشتغل معاك على التحجيم وعلى العقد في البتنجان. بصوا بقى في تتابع ازاي في العقد، دي ثمرة، بص التتابع عاملة ازاي. بصوا بص، يعني مفيش مركب اصلا بيجيب الزهر ده كله ورا بعضيه. بفضل الله جوكر جايب الزهر من اوله لاخره. بصوا شكل الحبايه، بصوا عامله ازاي. بص الصغير برضو طالع اهي، في تتابع في العقد، يعني مفيش حاجه بتفوت، في تتابع في العقد اهو. حتى الحبايه لسه جايه اهي برضو، بصوا اهو فوق برضو ما شاء الله. انتاج من اول النبات لاخر النبات، حاجه تبارك الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.